يعترف باستقلال القارة الأمريكية، الجمهورية الأمريكية. وتذكر أنا مرة كتبت بحثا لما كنت أدرس في جامعة تكساس تاريخ، كان عندنا مادة عن تاريخ العبودية في أمريكا، فكتبت بحثا عن العبيد المسلمين الذين جلبوا من إفريقيا إلى أمريكا، خصوصا شخصيات منهم متعلمة تركوا وثائق ومذكرات باللغة العربية، 5 شخصيات منهم. واحد منهم هذا استطراد فقط يعني، واحد منهم اسمه عبد الرحمن أيوب جالو من الدولة الآن اللي اسمها غينيا بيساو في غرب إفريقيا، وكان أميرا، كان أبوه رئيس دولة في غرب إفريقيا، فأخذ عبدا، سرق وأخذ عبدا وعاش في أمريكا 25 عاما عبدا، ثم اكتشفه